السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على العلامات اللي بتورينا إن إحنا في علاقة سامة أو إن إحنا داخلين على علاقة سامة. معايا كوتش رائعة جدا ومتخصصة في التشافي من العلاقات السامة، وهي كوتش رحاب. ان شاء الله هدعوها الوقت تبقى معايا. بس قبل ما ادعوها يعني اللي اول مره يشوفني بحب اعرفكم بنفسي. انا دكتور عبير العشري، متخصصه في العلاقات، ريليشن شيب كوتش، ومتخصصه اكتر في المقبلين، العلاقات اللي ما بين المقبلين على الزواج او المتزوجين. السلام يا عليكم. اهلا اهلا، هاي هاي هاي. ايه ايه، رحتي مشوار وجيتي ولا ايه؟ انا مبسوطه والله قوي ان انا اول لايف يبقى معاكي. المايك معاكي بقى كنت الحق. تسلمي تسلمي دكتور عبير. أنا دكتور رحاب حلمي، لايف كوتش معتمد من الاي سي اف، والتخصص علاقات سبيشالي أو خصوصا العلاقات السامة أو التشافي من العلاقات السامة. فإن شاء الله يعني أكون معاكم، وفي أي استفسارات أنتم تسألوا فيها ونتكلم النهاردة زي ما أنتم عايزين. ليه هنتكلم على العلاقات وليه احنا متخصصين في العلاقات؟ لان العلاقات دي شيء مهم جدا جدا. يعني في بحث اتعمل في جامعة هارفارد، وكان من اطول الابحاث اللي اتعملت، كان في العلوم الانسانية، اتعمل يعني على مدار 75 سنة تقريبا. بيشوفوا ايه اللي بيخلي الانسان سعيد. اكتشفوا حاجه يعني جميله قوي، ان مش الفلوس ومش الغنى ومش يعني مش حاجات كتير قوي احنا فاكرينها، لكن في العلاقات الصحيه. تخيلوا ان اكتر حاجه تخلي الانسان سعيد هي العلاقات الصحيه. فده سبب يخلينا لازم نهتم بالعلاقات الصحية وندور عليها ونفهمها. ليه بقول كده؟ لأن الشباب بالذات والشابات بيبقوا فاكرين إن يعني مفيش مشكلة وهنغير بعض وكده، مش فاهمين إن العلاقات الصحية هي بتأثر على صحتك، بتأثر على إنتاجك، بتأثر على عقلك، بتأثر على كل حاجة. مش بس كده، ده كمان حتى لو بصينا في الفقه عندنا هنلاقي ان خمس الفقه عندنا هو عن العلاقات، وده يدينا طبعا إيحاء بأهميتها جدا. فعلشان كده كوتش رحاب وانا يعني مهتمين شويه بالعلاقات. طيب كوتش رحاب، انا عايزه بس اسالك سؤال كده واستغل وجودك معانا. اني انا في معظم يعني المشاكل اللي بتجيلي، في كتير قوي زوجات بتشتكي من ايه؟ بتشتكي من انا والله آه، مجرد ان انا اختلف مع جوزي كده اختلاف بسيط ونبقى زي الفل وكويسين قوي مع بعض، الاقيه خد جنب وقعد بالاسبوع مثلا. ممكن الاقيه قاعد في الاوضه التانية في اوضه الاطفال بينام في الريسبشن. ممكن الاقيه مقضي اليوم كله بره وبيجي بالليل، وانا اصلا الخلاف يعني مش مستاهل كل ده. وبتبقى الحالة النفسية طبعا صعبة، لأن فكرة إن يبقى في تجاهل من شريك العمر، دي بتبقى في منتهى الصعوبة. هل الموضوع ده ليه علاقة بالعلامات اللي بنتكلم عليها؟ وهل ممكن يعني نكتشفه أو نشوف العلامات دي في فترة الارتباط الأولي أو الخطوبة؟ أكيد. أنا بس يعني هقول للناس كلهم شكرا شكرا، بس عشان هنتكلم هنركز وهرد عليهم واحد واحد إن شاء الله بعد إن كده، بس شاء أهلا الله. بيهم كلهم. بصي يا دكتور عبير، هو دلوقتي في حاجات أكيد بتيجي في فترة الخطوبة أو في فترة التعارف، وبيجي لنا رسائل وزي بنقول إيه ريد فلاجز كده، بس بنغفل عنها. طيب ايه بقى؟ زي ايه؟ انت اتكلمتي دلوقتي في انها بياخد جنب او يفضل بالاسبوع وبالشهر وممكن يعدي كمان وقت كبير لغايه ما هو ايه يبتدي ان هو ايه يعني من نفسه كده ويعدي ويقول خلاص اوكي انا يعني نسيب بقى العلاقه تمشي زي ما كانت. بس طبعا بتكون سابت اثر في الزوجه جامد. طيب ايه بقى لو انا شفته في فتره الخطوبه؟ احنا كنا مع بعض كويسين، خارجين مبسوطين تمام، قفلنا النهارده بالليل، قمت الصبح اتصل طول اليوم ما يردش.
ما يردش. ده ممكن كمان تاني يوم الخطوبة عادي عمل خطوبة وقام مختفي تماما. وبعدين بقى ايه، تفضل ترن عليه تتصل بيه طب كذا يعني. هي يعني طبيعي اي حد طبيعي هيقول ايه ده حصل له كارثه، ده في مصيبه، ده كان مثلا مديني ميعاد ان هو يكلمني، ده كان اكيد هيقول لي مبروك حتى. لا، ممكن تحصل كده. تمام. فاذا ان هو مره يكون موجود وفجاه يختفي. طب هو طبعا ده مش المفروض ان انا يعني على طول اول ما الاقي واحد اختفى اقول بقى ده هو ده كده علاقه توكسيك، يلا هوب اخلع الدبله وارميها له في وشه. لا اكيد لا. احنا احنا نستنى. دلوقتي استاذنك بس الكوتش رحاب فكرتيني في حاجه، ان للاسف الفتره دي كل الناس عايشه في علاقات توكسيك. اي لو خطيبها بص لها بصه يبقى انت توكسيك، لا يعني. توكسيك دي بقت خلاص ماشيه يعني زي الوباء كده. ايوه لا طبعا ما يصحش. هو علشان اقول توكسيك ده يبقى حاجه الصفه دي تكون باترن متكرره بتتكرر كل مره. يعني انا دلوقتي النهارده حصل الموضوع ده، بعد شهر هيجي برضو حاجه بسيطه جدا. ممكن يعني حصل ان احنا اي حاجه بسيطه اتكلمنا كلمتين يقوم قافل ومختفي تماما. مهما بعتت مهما عملت برضو ما يرد. تتكرر تاني. فانا لازم ابقى قاعده بوعي. ده حصلت مره اتنين تلاته. وبيحصل بقى ايه لما بيرجع؟ بعد ما بيرجع بقى يا سلام بيغدق عليها بالحب والحنان والاهتمام. يعني ايه، انت ما تتخيليش الفتره اللي فاتت كنت قاعد عامل ازاي من غيري. انت ما تتخيليش انا كنت بعاني قد ايه. انت ويقعد بقى ايه يديها حاجات انها كانت ان هو كان بيفكر فيها، وهو كان ولا بيفكر ولا بيعمل. هو بس بايه بيقعد ايه يعني يمهد لها الطريق انها تتعلق بيه اكتر. البنات ده بيعمل معاهم جدا ان هو يخليهم ايه يتعلقوا ويقعوا في الحب بسهوله. ولكن دي مؤشر يعني هام جدا انها بعد كده ممكن تبقى يعني تؤدي لحاجه اسمها اللي هو الطلاق الصامت في الزواج. زي ما ايه اغلبنا بنسمع عنه يعني بيجي طبعا من ايه، من فتره ان هو الصمت العقابي ده قعد فتره كبيره في الصمت كنت لسه العقابي. هقول لك وهي بقى في ناس بتقوم خلاص هي بتزهق بعد شويه. ما هو انت بقى يعني انت طولت انا هطول. ما هي بتعند في الاخر. ما هي اكيد مش بتفضل بنفس الليفل وبنفس الاحتواء وبنفس بتتعود التعامل. كمان، طبعا بتتعود. التعود. اه فخلاص هي اتعودت ان ده نظام حياته. فبعد شويه بتلاقي خلاص مش فارقه معايا. فبيحصل حاجه بقى زي ما احنا بنقول ايه اللي هو الطلاق الصامت. حلو قوي. بس هو ده آه يعني تاخد بالها من يعني الاون اوف. آه اروح وارجع اروح وارجع مش مره بالظبط. واحده، ده كذا مرة. حتة كمان أروح وأرجع دي بتبقى يعني فيها مشكلة. فيها مشكلة في إيه؟ إن في فترة الارتباط الأولي بالذات، يعني اللي هو قبل الزواج، بيبقى عامل زي لو تفتكري يا كوتش رحاب، واحنا كنا بنتكلم برضو مع بعض بخصوص الموضوع ده، مم. إنه بيعمل لها حالة من حالات الإدمان. ان اللي هو بالظبط. ايه، عارف اللي هو بصي، انا خدي الحبايه دي مجانا حلوه قوي وتمام، وبعدين تاني يوم برضه حبايه، وبعد كده يبعد شويه فتهرش بقى والصداع يجي لها فيديها الحبايه التانيه وهكذا. فهي فكره انه بيروح ويرجع دي بيعمل لها حاله من الادمان. ليه بنقول كده؟ علشان ساعات كتير بنبص للبنت اللي هي انت قابله ده ازاي، انت ازاي قابله على نفسك كده، انت ازاي قابله على كرامتك كده. لا، هو انا بقول للبنات خلي بالكم قوي ان هو بيلعبها صح. ان الرجاله ما تزعلش مني، احنا هنعمل لكم برضو حاجات اسرار نقول لكم عليها على البنات. لكن الولد اللي بيعمل كده او الشاب اللي بيعمل كده هو عارف بيعمل ايه. هو بيقرب ويبعد، بيقرب وبيبعد، بيبقى في حاله من الغموض اللي هو انت هتتجنني تفهمي هو الشهر ده كان بيعمل ايه. ملوش ماسكه. تلاقيه عمال يقول لك مم. حاجات كده هلاميه، وما انتش مم. يعني ما انتش عارفه بالظبط، مش قادره تفهمي، بس هو بيتكلم بجد صحيح. قوي اكن اللي بيقوله حقيقه. صحيح. فهو بيسيطر عن طريق ده، عن طريق الغمر زي ما قلت يا رحاب. مم. الغمر، العواطف لما بيرجع، فبتبدأ أيوة. البنت تتلخبط. هو مش انا قادرة تقرر ان هو مش يمكن عايزني. ما يمكن انا فعلا عملت حاجه غلط وضايقته برافو، فتلتمس بالظبط كده. الله. تبدأ هي اللي تشك في نفسها، تبدأ هي اللي تفضل قاعدة. آه انا للأسف مش شايفة مين، بس حد كاتب مش بيحترم احتياجاتها. آه انا آه هسيب بس السؤال ده كان في
مش عارفة ايه، مارفت شاهين او حاجة، بتقول عند اي خطأ انا عملته من وجهة نظره بيكون في استمت العقابي عند اي خلاف اعمله مع بالظبط. تأكيد طبعا. بالظبط، ما هو ده اللي احنا بنقوله. وعلى فكرة كمان وجهة ساعات ما نظره، بيبقاش هو فيه وجهة خطأ. نظره. هو ما بيبقاش فيه ايوه، خطأ هو احيانا، ما هو هو مش في يعني خطأ، بس هو بيتخيل ان في حاجة ويخليها تصدقها، هو يصدقها وهي تصدقها. و- يعني هو وبيحسسك. بالغ في اختراع يعني حاجات ما هيش موجودة فعلا، يعني يقول يوصف فيها بأوصاف ما هيش فيها ويخليها تصدقها، بعد شوية هي بتصدقها. انا فعلا، انا فعلا كده، وتشك في نفسها. هو كله تلاعب، هي العلاقات السامة كلها تلاعب ايه نفسي. حقيقي. طيب، نانسي معانا احنا بتقول وعدناكم بتفكر في نفسها. ان احنا مش بس هنقول بتفكر المشكلة، نفسها. ولكن هنقول كمان حلو. الحلول، علشان احنا عايزين نحل مش بس. أكيد. طب احنا عرفنا ازاي نعرف الشخص ده، والبنت كده تبقى واعية كده وشاطرة، وبلاش يعني الحب ياخدها قوي. احنا عايزين دايما يا بنات ان العقل والقلب يبقوا ماشيين مع بعض. الله يخليكم. طيب أكيد. في فترة الخطوبة لو اكتشفنا كده نعمل ايه يا كوتش رحاب؟ يمشي على طول؟ لا هو لازم. لا أكيد طبعا هنختبر، يعني أنا هفضل في الموضوع مستنية أجرب شهر شهرين ثلاثة. احنا دايما بننصح الناس في الخطوبة انها ما تستعجلش، مفيش حاجة اسمها خطوبة شهر او شهرين ويلا هوب، لا، الخطوبة ما تقلش عن سنة، لا تقل عن سنة. طبعا برضو ما تزودش قوي، ولكن سنة سنة ونص دي كويسة جدا. هو هيجي يعني الناس دي برضو يعني من حكمة ربنا ان هم لازم بتلاقي كلامهم في بعض الأحيان بيقولوا حاجات يعني تعبر عن اللي جواهم فعلا. زي فهي تبقى قاعده بوعي، هي تبقى قاعده بوعي، يعني مثلا يقول لها ايه، انا مثلا ما بحبكيش تعملي كذا، انا خدي بالك هضربك. يعني مثلا ممكن واحده جدا تبقى يعني ايه، لو ده انت لو عملتي كذا انا هضربك، هو ممكن يعملها لها انها بيهزر، بس فعلا هو ممكن يعمل كده. يعني خدي بالك بيشوف رد فعلها ايه. الطبيعي. ايوه بيشوف رد فعلها، يعني انا هخاف بقى واكش وكذا، او هتهزر معاه وهتكمل، او هتقول له يا سلام ده انت ضرب الحبيب ما اعرفش زي ايه كلام كده بقى ايه. يعني لا، يعني احنا نبقى واعيين كويس جدا في كلام بيتقال، بيبقى فعلا هو قصده. هو ما بيتكلمش كده اعتباطا سواء الشخصيه التوكسيك بقى كانت نرجسي او شخصيه ارتباطيه، احنا مش هنصنف في التصنيفات دي، ولكن هو كل كلامه فعلا بيتلفظه بيبقى قاصد بيه وبيختبرها، قاعده بيختبر. فهي برضو زي ما هو قاعد كده، مش طبعا هتمسك ورقه وقلم وتقول هو كانت عمل لي يوم 16 11 كذا وعمل لي يوم كذا، لا. انا يعني هبقى قاعده بوعي، اجنب مشاعري شويه، يعني احيدها اخليها حيادي، ما بقاش قاعده اقول الله ده هو قال كذا يبقى انا هقف له على الواحده. لا، استنى واشوف هي هتتكرر تاني، انبهه برضو. يعني انا اتضايقت لما انت ما اتصلتش بيا امبارح واحنا كان المفروض ان ما كويس قوي بيننا النقطة دي، ميعاد. يعني أنا ما لازم أنبه، مش بس انت أنا هو بلاحظ بيشوف أو الفيديو. بسكت أصل ماشي. يزعل اه. أصل كذا. لا، حتى اه. لو بيزعل، لأن هو بيوصل اللي قدامه لإيه؟ إن أنت لو اتكلمتي أنا ممكن أزعل وأقعد شهر تاني، ما فأنا ينفع. بقلق بخاف أتكلم، دي مشكلة أكبر. لا ايوه. ما تخافيش لو مشي، يعني سوري بالسلامة ماشي. بقى يعني في ماشي، إيه؟ في غيره كتير، البنات متخيله ان هو ده ما فيش بقى، مش هنجيب تاني، مش هنلاقي تاني. لا والله يعني كتير جدا. فهي يعني تبقى بس ايه مدركه اقعد حصل كذا اقول على طول. يعني مهما حصل عليا من ضغط نفسي لازم اعبر عن نفسي، ان بعد شويه خلاص هو بيقول ايه، طب ما انت ما سالتيش، ما انت ما قلتيش، ما انت ما امم. عملتيش، يبقى ده بقى ايه، مش ده نمط حياتك، خدي بقى. فلا، حقيقي. احنا هنقف عند كل تصرف هو بيعمله ونبهه عليه. في ناس مثلا ممكن حصل له ظرف، يعني احنا مش هنقول بقى على طول هو ما اتصلش مره، لا، فانا انبهه فهم ياخد باله بعد كده، ده كويس خلاص، ده هو انا نبهته وخد باله، فخلاص انا يعني يعني وما يكررهاش تاني. لكن اللي بيتكرر تاني كل شويه ده لا، يبقى ده هقف عنده. تمام. مهم. شكرا جدا حد كنت حابة. بيقول اصل في سؤال؟ حد في حد انا مش فاهمة بيقول عبير، السؤال بصراحة. ما عبير الفرق بين طيب. الزواج والخطوبة طالما عقد الشيخ هي زوجته رسميا، واحتمال ما اعرفش ايه كده؟
يعني كتبت كتاب، يعني قصدها على كتب الكتاب تقريبا. مش عارفة بس عموما يعني هو وإن كان ده مش موضوعنا قوي، ولكن مم. لا، في فرق كبير بين الزواج والخطوبة حتى لو كاتب الكتاب. لو كتب لأن في الكتاب حاجة اسمها الإشهار وفي حاجة اسمها العرف. فإحنا اه دلوقتي مثلا في مجتمعنا، المجتمع كله متعارف على إن كاتب الكتاب ده على الورق بس. مم. فهو لو وغير مشهر إن هو دخل بها، صحيح. زي ما يقال يعني في الشرع. فاذا هي مم. ما زالت فقط كاتب كتاب. احنا طب ما زمان ما كانش فيه ورق خالص. هل معنى صحيح. كده ان احنا دلوقتي نقول يلا كل واحد؟ لا، هي الزواج الوقت اشهار، في الزواج عرف اشهار. مجتمعي مم. متفق عليه. العرف المجتمعي لما بيبقى متفق عليه بيبقى زي القانون بالظبط يعني. صحيح. فانا دلوقتي لو بنت مكتوب كتابها، والمعلن مم. انه مكتوب كتابها فقط ولم تدخل، مم. وحصل ظروف وتم الطلاق على الورق. طيب لما ايوه. تروح تتزوج حد تاني وهو عارف ان هي فقط كان مكتوب كتابها، هيبقى الوضع ايه؟ ايوه. اه. هيتعامل معاها كأنها يعني آسفة جدا في اللفظ، كأنها خاطية. مش هيتعامل معاها على لا. ان هي متزوجة. اه. ده باختصار شديد بس، علشان يعني ردا على السائل. طيب علشان نبقى وضحنا لحضراتكم النقطة، هي يبقى احنا اعتقد هي كده. كانت يعني في تعبير، هي بتسال على ان ايه الزواج والخطوبه، يمكن ما عندهمش موضوع الخطوبه ده، مش عارفه هي بتتابعنا منين. ان قصدها ان الخطوبه احنا في يعني في مصر وبعض الدول بنعمل فتره تعارف ما بين ما بين بعض، يعني بنعمل احتفال بسيط او حاجه، وبيبقى بنتعارف مع بعض ونشوف كل واحد، يبقى الغرض منها بس ان احنا نعرف تصرفات بعض، نفهم نقدر نكمل مع بعض ولا لا. دي ما بتكون قبل مرحله كتب الكتاب او الزواج الرسمي. هي انا فهمت سؤالها كده، ولو تمام، هي حاجة يبقى تانية يعني احنا تقول لنا جاوبنا يعني. الاثنين. اه. طيب دكتور هدى بتقول اهلا بيك يا دكتور هدى. الذهاب والعودة اكثر من مرة اعتقد تعمل فتور اكتر منه ادمان. بتعمل فتور اكتر منه ادمان بعد الزواج، لكن قبل اه. الزواج بتبقى لسه العواطف متأججة، وبيبقى ايوه. التبرير اكتر منه، وان انا عايزة اصدقه اكتر، وبتبقى بتبقى اه. العاطفة مسيطرة اكتر. فهو بيحصل حالة من الادمان. حالة من الادمان ليه؟ لان هو بيحطها في كورنر، طول الوقت بتسأل نفسها اصل انا مم. برضو استفزيته، اصل ايوه. الكلمه برضو صحيح. كانت مش مع ان هي كلمه عاديه يعني كلمة دي. اللي هو بيقوله لها بتبدا غصب عنها تفكر مم. تفكر فيه. فبتبقى دايما يعني ما بين ان هي اللي غلطانه ولا هو اللي غلطان. دي نقطه. النقطه التانيه انه لما بيرجع زي كده ما قلنا ان هي مم. بيرجع يغمرها بعاطفه شديده. فده صحيح. بيخليها يعني مرتبكة أكتر مم. ومرتبطة بيه أكتر. فعشان كده بيحصل ايوه. إدمان. بعد الزواج بقى خلال سنة، وإن إحنا خلاص العاطفة قلت والعقل بدأ بقى يشتغل تاني استنى. والزيت بقى يمشي فيه، مم. بتؤدي إلى فتور، بتؤدي إلى حاجات كتير بقى مش عايزين نوصل نقول إن للأسف أحيانا، وده مش تبرير، بيحصل خيانات بسبب ده، لأن الزوجة عندها احتياج غير مقضي. يعني اه هو هو طبعا مش الاحتياج مدرسين ده مش بس. موجود. وخصوصا كمان احتياج الأمان. هي الفكرة مش انه بيبعد عنها، الفكرة ان حتة انه بيبعد وبيجي وبيبعد في اي وقت. بعد الزواج هي بتشعر بعدم الأمان. هي بتبقى قاعدة معاه، مم. بيتكلموا وبيتغدوا سوا، بس خايفة ان هو ممكن بس في ايوه. اللحظة دي اي كلمة زي يكون شرحها ماشية. يمشي. اه هي بتبقى كأنها احساسها كأنها ماشية على قشر بيت، هي العلاقة السامة دي كده. حلو قوي تخاف التعبير ده. تتكلم، بتخاف. اه مم. بتخاف، يعني كانت برضو حد واحدة بتقول لي بحس ان انا شهر في محارب وشهر سيفي. ده يا جماعة فعلا فعلا ده حقيقي. هي متخوفة طول الوقت، حاسة انا هيطلع هيغضب امتى، هيتقمص امتى ويبعد ويقفل عن نفسه، فبتبقى خايفة. فبتحاول انها تاخد جنب كده، يعني بتنكمش فعلا، بتنكمش بعد كده بتتضاء. حقيقي حقيقي. طيب آه، اللي حصل بقى ان حضرتك او ما خدتيش بالك وفوتي، والطوبه جت في المعطوبه زي ما بنقول عندنا في مصر يعني، خلاص ايوه. واتجوزتي.
ولقيتي ده اللي حاصل وجيتي لي بقى بعد الجواز بالمشكله دي. بس بدأ عدم الأمان يحصل، بدأ الإحساس بالهجران تشعري بيه، بدأ إن أنت بقيتي زي ما بتقول كوتش رحاب ماشية على قشر بيض والكلام ده كله. طب أعمل إيه؟ أنا خلاص اتجوزت، أعمل إيه؟ أول حاجة عايزة بس ألفت النظر ليها إن غالبا الأون والأوف دول ما بيتجوزوش، لانه بيبقى عنده مشكله، لا اما مشكله في فكره الجواز نفسها متعقد منها لسبب ما، لا اما مشكله في فكره القرب، ان هو حصل له انه قرب من كذا حد، مش لازم تكون في علاقات يعني عاطفيه، ممكن اصدقاء، ممكن اب، ممكن ام، ويعني واتقرص جامد، او يعني يعني حصل له خذلان جامد، فبدأ لما يعرف واحده هو فعلا بيحبها وهو فعلا كويس، بس اول ما يلاقي خلاص هيقرب يتخض ويمشي. بيخاف من الالتزام. بيخاف، في ناس بتخاف من وكمان في الالتزام. ناس بتخاف من الالتزام. طيب مش هو ده ومش هو ده، هو اتجوز وتمام، لكن ماشي معاكي بالطريقه دي. احنا عندنا حاجه مهمه قوي في الزواج، ان احنا بنحافظ على الزواج وعلى البيت يعني بيت الاسره الى اقصى درجه ممكنه. فاحنا هنعمل ايه؟ اولا انا هقعد معاه بمنتهى الحسم، بمنتهى الحسم، وهقول له ان الاسلوب ده انا مضايقني. وخلي بالنا دايما لما نكون بنتكلم مع الازواج ما نقولوش انت مضايقني، احنا هنقول صحيح. الموقف مضايقني، وهتقولي شعورك انت، مش هتقولي انت بتسيبني، انت بتعمل، انت بترميني. لا، انت قاعده معاه، اهم حاجه لما تيجي تقعدي معاه تكلميه مش هتقعديه في محكمه، انت اوريدي قاعدين كده بتتكلموا بطريقه ظريفه وبتاع، انت خلاص هديتي بعد ما رجع بيوم او يومين، مش لازم وقت ما يرجع على طول، عندك القدرة انك تتكلمي بشكل عقلاني، وهتطرحي عليه الكلام بصورة انا زي ما قلت لكم، انت بتتكلمي على الموقف مش بتتكلمي عليه هو، بتتكلمي عن شعورك، مش بتتكلمي على القرف اللي هو بيعمله معاكي ده بس. صحيح. فهتبدأي ولكن يعني بحنية، نفس الشخص عم وبصوت يقول شتوي معاكي طبعا هرب. يا جماعة، لازم نتكلم بصوت شتوي. يعني بصوت شتوي كده وخنفان شوية كده، ونقول ونقول ايه، ونقول للزوج ان الموضوع دوت بيضايقني وبيحسسني ان انا مش مهمة، وبيديني احساس بعدم الامان، وانا متأكدة ان انت بتحبني، وعارفة ان يعز عليك اننا اشعر الشعور دوت والحاجات دي، لكن لو سمحت الموضوع ده حاول ما تعملوش تاني، لان انا مش عارفة لو اتعمل تاني هقدر اعديه زي المرة دي ولا لا، هقدر استحمله زي المرة دي ولا لا. احنا الوقت كده بنتكلم هو معاه اللي اهم كده حاجه في الصوت الشتوي، صح يا كوتش؟ يا كوتش ساره. بس فاحنا لحد بيقول هنعمل القعده دي او الحوار ده مره واثنين وثلاثه، مش هنزهق، اه وفي كل مره هنزود شويه حته ان انا مش هستحمل ده كتير. ايوه ولو كنت موضح. أول مرة قلت له كده واتكلمنا عادي، تاني مرة هقولها بس هيحصل حاجة ما. بحط حدود لنفسي دي. بالظبط كده. لازم. هيحصل ان انا مش هقبل رجوعه بسهولة، هيحصل ان في حاجة هو متعود اعملها معاه مش هعملها، خروجه معينه، اكله معينه، اي حاجه بقى. احنا قلنا لازم تبقي ذكيه كده وتبقي فاهمه جوزك. بعد كده اكتشفنا ان هو فاهم كل ده كويس لكن هيستمر كده، قدامك حل من حلين، لازم تقعدي مع نفسك، ومش انا اللي هقوله لك ولا اي كوتش في العالم ولا اي دكتور في العالم هيقوله لك، انت اللي هتبقي عارفه هل انت هتقدري تتعاملي مع هذا الصمت العقابي وتتعايشي معاه مدى الحياة ولا لا. ده طبعا لقدرتك انت، طبعا انا عندي الحته دي، ايه. الحته دي يعني في مم. ستات بتيجي وهي فعلا منهاره،
انت مركزه عليه، شيلي تركيزك من عليه، حطي تركيزك على نفسك بقى. ده فعلا بالظبط. اللي احنا بنقوله في التشافي. لما بنيجي نتكلم في التشافي بعد ما بتكون بقى تزوجت او كده، هي تعمل ايه؟ ركزي على نفسك الفترة دي. ده في ناس بتقول ده بتبقى احلى فترة بالنسبة لي. هو خلاص هي زي يقول لك ايه، رمت توبته ان هو هي العلاقة حقيقي. السامة دي بتبقى طول الوقت فيها وش، هي دماغها طول الوقت شغالة. حصل لها كده انها زي ما قلنا ماشيه على قشر بيض. في ناس بتقول حقل الغام، كانت كاتبه اه. عبير كاتبه معانا حقل الغام فعلا فعلا. فهو دي صمت، اسموتي انت كمان. خلاص هو سكت، اسكتي وخدي الفتره دي بقى انت مع نفسك. دي فتره كويسه تتشافي من شويه وتهدي. فتره ان انت تيجي تتعلمي حاجه، تشوفي هوايات كنت بتعمليها، ترجعي ان انت تصفي ذهنك من الدوشه دي. وطبعا ما هي ما هيش تستناش، ما تستناش تستنهوش، انه ما يتغير. تستنهوش. لا، ما تستناش لا انه هو مش يتغير. خلاص، بما ان هو هي خلاص. خلاص جربت مرة واثنين وثلاثة وتأكدت ان ده طبعه، وقررت مم. بناء على ظروفها اللي هي أدرى بيها وطاقتها اللي هي أدرى بيها ان هي تستمر في هذه العلاقة. اذا ما نقعدش نخبط دماغنا في الحيط بقى، او نعمل مم. نفس السيناريو منتظرين نتائج مختلفة. لا، احنا خلاص أكيد لا. عرفنا وتأكدنا. خلاص هحاول بقدر الإمكان أحافظ على الحاجات الحلوة التانية اللي موجودة في الحياة الزوجية، مم. والجزء اللي ناقصني، الاحتياج اللي ناقصني منه، هعوضه بطريقة أخرى. مش هعوضه مع واحد تاني، خلي بالكم من الكلام. طبعا لا، طبعا. هعوضه بطريقة أخرى. مم. هعوضه في صداقة من إنسانة قريبة مني، مم. احكي معاها واحس معاها بالامان. هعوضه مع متخصص يعمل لي تشافي لو انا مش قادره اعمل ده مع نفسي. تمام. هعوضه في شغل ارتقي فيه، اتطور فيه. هعوضه مع ولادي بشكل صحي. ايا كان، طبعا. برضو ده يرجع ليكي انت ولوعيك انت. طيب. في حاجات تانية كتير بقى، يعني برضو احنا كنا اتكلمنا دلوقتي على بعض العلامات علشان احنا بنطول على الناس. هي ان احنا عايزين نقول اهم العلامات فعلا. علامة زي حاجة تانية لو انا شفت في الخطوبة او في فترة التعارف حاجة بقى مهمة قوي، البخل. طبعا احنا بنتكلم انها للبنت والولد، بس صفة البخل بتبقى اكتر بالنسبة للرجال عن دي الايه، علامة تانية عن طبعا من العلامات السامة هنتكلم فيها، اللي هي تمام. صفة البخل. معلش قبل ما تتكلمي فيها بس يا كوتش رحاب، أنا عايزة كوتش نانسي كانت بتقول ان تعوض ده في اللي هي النقطة اللي فاتت، ان هي تنمي نفسها وتهتم بنفسها وعقلها. ده حقيقي. اه كوتش أفنان كانت بتقول ان اهم شيء نحكي عن الموقف نفسه لما بنيجي نتكلم مع الزوج، يعني ما ناخدش الموضوع صحيح. بشكل شخصي. صحيح جدا. معلش بقى بقية التعليقات مش باينة، ومش عايزين جميل نطول عليكم. جميل بشكر كل الناس، جميل. ولو في حد كاتب سؤال أو تعليق ما خدناش بالنا، ما ردناش عليه في اللايف، إن شاء الله بعد اللايف هنرد بكومنت إن شاء جميل الله. ان طيب، شاء الله أنا باذن الله. آسفة لمقاطعتك يا كوتش رحاب. تاني علامة ناخد بالنا منها قوي هي البخل. البخل. البخل اتفضلي. بقى تيجي مثلا في فترة الخطوبة او في فترة التعارف. يعني متعارف ان احنا دايما العريس او اللي داخل البيت ده بيجي كده داخل البيت جايب حاجة معاه، بيهديها هدية. مش شرط على فكرة ان الحاجات تكون واو وبالافات، ولكن ممكن يبقى حاجة بسيطة، يعني حسب مقدرة كل واحد. فلا هو مثلا هي ادته في عيد ميلاده هديه ايا كان بقى بقد كده، ومستنيه بقى ايه لما يجي لها في عيد ميلادها ان هو هيرد الهديه، وتفاجئ ان هو ما ردش الهديه. لا مش بس كده، ده ساعات ممكن بقى يدخل الاون اوف مع ده، مع الايه، مع البخل ده كمان. يختفي في يعني الفترة اللي فيها الهدية. قبل عيد ميلادها يختفي وما يردش ويبعد تماما. فهي تبقى محتاره وعيد ميلادها يعني يخضها، بيربط لها مناسبة من مناسباتها اللي هي بتحبها، سواء مثلا كانت أعياد أو أعياد ميلاد أو أيا كان، ها، ويربطها تبقى خلاص بقت محطوطة عندها ارتباط شرطي في مخها بذكرى إن ده عيد سيئة. ميلاد جاي، ده هيحصل كارثة، ده العيد داخل علينا هيحصل كارثة. فتبقى يا عيني مخضوضة وخايفة. ده برضو شوفي كله تلاعب وبتأدي إنها باترن بتتكرر. فتلاقي إنها إيه، يعني إيه، اختفى، أو مثلا ما جابش ما ردش الهدية. طيب في
ناس مثلا يخرجوا وماشي، ممكن يعزمها او ما يعزمهاش او ايا كان. احنا بنتكلم برضو حسب مقدرة كل واحد. انا مش هجبر كل واحد اقول له اصرف عليا كذا، لا. بس انا مثلا اكتشفت حاجه زي كده وحسيت ان هو يعني مش بيرد الايه، مش بيرد الهديه، او ما بيسالش او ما بيدخلش عليا بكذا. ما انا اقول له مم. انا يعني عيد ميلادي قريب، انا عايزه اقول لك على الحاجات اللي انا بحبها. على فكره بيقولوا دايما الاهتمام ما بيطلبش، لا والله بيطلب عادي جدا، يطلب ونعرفهم. نعرفهم بيتهمها ممكن يكون بقى، مش عارف بيتهمها ان هي انها ماديه. مادية، وان اه هي بشعه. يعني طماع، وان جشعه. هي تتكلم ازاي في حاجة زي دي. يعني مثلا طب عيد الام، عيد ميلاد ماما، ما انت انا هقول لك على الحاجات اللي ماما بتحبها عشان كذا، هتلاقيه بقى ما جابش. لا، ما هو قاصد هنا ان هو خلاص هو اسكيب، اختفى وعمل نفسه مش موجود، وكمان ايه، ما جابش حاجه. وتكرر داخل عليهم مثلا في عيد وتكرر. هي نفسها كمان لما بييجوا يشتروا حاجه مثلا او بيجهزهم او كذا، بتلاقيه بيدور على الحاجه الرخيصه، الحاجه اللي مش عارف ايه. احنا ما بنتكلمش برضو على ساعه الايه، الناس الماديه، عارفين ظروف الناس وكل حاجه، بس الشخص البخيل بيبان في تصرفاته، بيبان في اي حاجه بسيطه. يعني لسه واحده بتحكي لي من قريب، بتقول لي ان هو انا خرجنا نقعد في كافيه او حاجه، وبيشربوا حاجه وبياكلوا حاجه، جه الويتر وجاب لهم كل واحد طالب طبق، فقام قايل لها ايه، فلقى ان القطعه بتاعتها اللي في الطبق بتاعها اكبر من القطعه بتاعتها، فقامت خض جدا. ازاي ده ايه يعني، احنا طالبين حاجه احنا الاثنين نفس الحاجه، يبقى بنفس الايه، بنفس الحجم وكذا، واما بدلهم خدي دي وخدي وانا اخد دي. تخيلي يعني ده، اكيد دي ريد فلاج واضحه يعني. ما يبقى يعني هم شايفها لا تستحق اصلا انها تاخد اعلى منه. م? يعني مش بس بخل، لا ده كمان هو شايفها اصلا لا تستحق. دي طبعا حاجه يعني كارثه. فهي هتبتدي انها تراقب بقى. انا ابقى قاعده بوعي كده، يعني جه العيد الفلاني وما جابش حاجه وداخل وعايز يقضيها قعاد في البيت بس ان احنا يجي يزورنا كده، او حتى يبتدي يقلل الخروجات، ويبتدي ان هو فتره التعارف دي يعني تبقى قليله جدا، لان هو بيتكشف. احنا لما احنا قلنا ان الخطوبه مدتها تزيد، علشان انت كده كده هتكشفيه لو انت مركزه معاه. اوكي. في حد بيقول البخل بيبقى بخل عام في المشاعر، اكيد طبعا، اكيد. لان احنا دي اه صفه كوتش مهمه جدا. افنان وكوتش نانسي هما الاثنين اه بيوضحوا طبعا. ان البخيل ان كوتش ساره بتقول ده عيل قوي. عارفه اللي هي ما ايه، هم كده، دي هم بتاعتي، ده فعلا كده. اكبر، انا عايز الاكبر، عايز الاكبر. ف طيب، ما وكوتش تاخديهاش افنان. كده، ما تاخديهاش كده على فكره. هو اه هو التصرف ده هو مش، لا هو مش عايز دليل. يمتلك كل حاجه. كوتش ايوه. افنان وكوتش نانسي بيقولوا حاجه مهمه جدا، ان اه. البخيل مش بس بيبقى مشكلته مش بخيل فلوس، لا هو بيبقى بخيل في كل حاجه، بخيل في عواطفه، بخيل في العطاء ايا كان العطاء، حتى مع اولاده، مش معاه بس، طبعا. هو يعني بخيل في كل حاجه. فدي اه. مشكله، ان انت هتعاني من نقص في كل الاحتياجات، مش احتياج واحد بس يعني، ومش مساله صحيح. الفلوس بس. اتفضلي كوتش رحاب. صحيح. ايوه يطلب. كوتش افلام بتقول يطلب، ايوه نطلبه طبعا، نطلب. يعني انا هعرفه دلوقتي على الحاجات اللي انا بحبها. مش يمكن هو واحد جاي من بيت او بيئه ما تعودش على اسلوب الهدايا، ما تعودش ان حد يهادي حد. انا ده نظام، انا دي لغه الحب بتاعتي، انا بحب ان انا اتهادى. اقول له كده، اعرفه بحب ان انا اتهادى. انا بحب كذا، بحب مثلا بحب الساعات، بحب مش عارف الورد، بحب الكذا. عايزه ورد. فيعني ايه، اطلبي وقولي. والله بقى هو متعمد ان هو ما بيجي، خلاص يبقى ده انت تعرفي على طول ان هو واحد فعلا مش ايه، مش بخيل. برضه وتجري اجري يا وتجري. نجم. اجري. اجري يا مجدي، تجري على طول، دي ما فيهاش جدال بقى يعني. طيب هنيجي للمشكلة الأصعب، للأسف، إن هي اه. اتجوزت، اه. يعني اتجوزت اتجوزت. البخيل. اه تعمل ايه بقى؟ يؤسفنا اقول لك ان ملهاش حل يعني. ليه ملهاش حل؟ طبعا مش بقول لك برضو اتطلقي. فكرة، أنا عايزة بس أقول نقطة مهمة هتتقال طول الوقت على أي حاجة إحنا نقولها، ان حد يقول لك اتطلقي
مش من حقه ما ينفعش. وغير امين. امتى اقول لك اتطلقي وانا يعني متاكده قوي ان الموضوع دخل في قصه ان انت خايفه على حياتك، خايفه على صحيح، حياه ادي الغرض ده اولادك. بالظبط. آم، صحيح. اخلاقيا بقى دخل في قصه مثلا بيجيب ناس بقى البيت، يعني حاجه كده ايه اللي هي لا، يعني تنجو بنفسك وباولادك. ولكن اي صفه مهما كانت صعوبتها انت اللي تقرري تبعا لظروفك تفضلي ولا لا. دي صحيح. نقطة. لكن أنا أقصد إيه البخيل ملهوش حل لأنه لا يعالج. صحيح. وما ينفعش نقول مش واخد باله، وما ينفعش نقول إن إحنا هنتكلم معاه. لا، ده مرض عضال ليس له علاج لو كان بخل شديد. طيب لو يعني حريص، يعني مش البخل حريص الشديد ماشي. قوي، مش فريد شوقي يعني في البخيل وانا، لا هو حريص. حريص نتعامل بقى، نتعامل ازاي؟ اول حاجة آه لازم، وانا عارفة ان ناس كتير ممكن ما توافقنيش على الرأي ده وكمان ممكن اتشتم، ان يعني ما يصعبش عليكي ولادك قوي بقى ويصعب عليكي حالك وتبدأي انت تمسكي الدفة بتاعة هي البيت وتبقي انت بس بقى اللي بتشتغلي ليل نهار وانت اللي بتعملي وانت اللي بتسوي وكذا. لان الحريص ده لو انت عملتي كده اولا هيشيل ايده خالص نهائي، فانت هتيجي في صحيح. وقت مش هتقدري بتسيب. اصلا تكملي صح. ثانيا يعني هتتحولي لراجل. انت في الاول وفي الاخر انثى، احنا فانت هتتعبي. وبعدين هتلاقيه بقى يروح لواحده انثى بقى، يعني ما انت اه خلاص مشغوله، بقى، ما انت مش يعني انت مشغوله ايوه. وطلعان عينك ويعني تعبانه ومش عارف ايه. فانت باللي انت بتعمليه لا هتحافظي على اولادك ولا هتحافظي على البيت زي ما انت متخيله، ولا هتحافظي عليه صحيح. هو. يبقى اكيد. الحل لو انت وافقتي ان انت تستمري، ان انت لو هتساعدي بالضروري، ضروري الضروري صح. فقط. ويا ريت ما يبقاش عارف قوي انك بتساعدي. في كنت اختار استاذه الأدوار. تواصل بتقول تختل الادوار فعلا، فعلا. واختلال بتبقى حاسه الادوار من انها اصعب لا الاشياء هي اللي ست بنقابلها. ولا هي راجل، هي لا هي ست ولا هي راجل. هي بالظبط. بتشتغل فوتة شغل وكذا، وبترجع تشوف طلبات البيت، وبعدين مطالبه كمان انها تبقى مرضيات، يعني اه تبقى فتحس انها ايه ده ايه ده، فازاي؟ يعني انا ازاي؟ فين. بلس حاجه مهمه. فاحنا دلوقتي هنقول ايه، انا يعني انا اسفه ان انا اقول لك كده، ان انت حضرتك لو متزوجه حد يعني حريص، لو بخيل هقول لك اصرفي بقى ما خلاص ما فيش حل، هتبقي انت الراجل وما اعرفش بقى هتكملي ازاي او كده. والبخيل ده مش هيتجوز تاني ولا حاجه. البخيل الزياده قوي ده علقت معايا من كتر الانفعال. البخيل الزياده قوي ده هو بخيل على نفسه، هو مش هيصرف حاجه اصلا، هو كويس انه اتجوزك اساسا يعني. فهتضطري تقومي بدور الراجل. لكن الحريص لا، اللي هتستحمليه بقى ما دام قررت انك تكملي معاه، انك تعيشي حياه الكفاف شويه او الضروره. اه يعني هتضطري تعملي كده، ما لهاش حل تاني. هي طبعا طيب ليه كمان؟ كل واحده حسب طاقتها، كل واحده ما حسب عشان طاقتها، احنا كده ما بقول نقدرش حسب ندي طاقتها. لحد نظره كذا، ولا بس نقدر ليه؟ نقول لها اه بس كملي. ليه بقول لها خلي بالك من النقطة دي؟ وعايزة كمان صحيح اوجه حاجة للراجل. احيانا بيحصل ايه، ان الراجل مش بخيل بطبعه، ولكن حصل موقف ما في الحياة، سواء فهمه صح سواء فهمه غلط، خلاه يبقى بخيل. مر بأزمة صحية فحس ان لا لازم يبقى في مبلغ محطوط على جنب. هي تصرفت في الفلوس بشكل مش حكيم، مستنيين صح. فقرر انه كذا. ما هو في يدير الحالات دي الموضوع انا صح. في الحالات دي انا عايزه اقف مع نفسي وقفه موضوعيه جدا، واحاسب نفسي واشوف الدنيا ماشيه ازاي بمنتهى الوعي. لو هل هو نتيجة لظرف، فأنا هتكلم معاه وهنحل الظرف ده وهنوصل، وهقول له إن أنا غلطت أو إن أنت بتفكر بطريقة يعني صعبة شوية، طب تعالى نوسطن الأمور، طب كذا طب كذا طب كذا. أو إن لو هو بقى حريص وكده هتعامل زي ما قلنا. نقطة كمان بقى عايزة أوجهها للراجل اللي هو بيعمل كده، يعني مهمة قوي.
ان الانفاق، والست كمان تبقى فاهماها عشان ما تضحكش على نفسها، ان الانفاق بالنسبه للمراه مش فلوس، مش ان انت بتديها فلوس. انت الفلوس اللي بتديها لها دي او الانفاق ده هو عباره عن مشاعر وطاقه مشاعر. انوثه. هو ربنا خالقها كده، هي خالقها كأنثى بتحب يتصرف عليها، بتحب اه. تتدلع. ولازم نعترف بكده. الأب يصرف عليها، الأخ يصرف عليها، العم يصرف، الزوج، وهكذا. حتى ابنها لو جاب لها حاجة بتفرح. فهي طاقة الأنوثة دي عند الأنثى. الإنفاق بيمثل ليها مشاعر وعاطفة وحب. فعلشان صح. كده لو حضرتك قررت تعاقبها او تظبطها ان انت ما تصرفش، يبقى انت كده بتعاقب نفسك، لان انت مش هتلاقي انثى، لان انت كده لعبت ايوه. في طاقة الانوثة بتاعتها، تحولت لذكر. يعني اه. يعني فدي نخلي بالها منها قوي. والموضوع ده كمان لو حصل بيأثر على طاقتها الأنثوية، وبالتالي بيأثر على علاقتكم الحميمة مع بعض، وبالتالي بيأثر على حواراتكم وعلى حياتكم كلها. ده في حالة لو حضرتك مش بخيل أصلا، ويعني فاكر ان انت اتفضل. كده بتظبطها يعني. اه. اه، دي آه، ودراعها بقى. بالظبط. والحل للأنثى قلنا للمرأة. يعني انت هتعيشي بشيء من الابتلاء في حياتك، ان انت هتعيشي بايه، على القد شوية ما دام قررت انك تعيشي. لكن ما تمسكيش السيف بتاع القائد وتقولي خلاص انا اللي همسك البيت من اوله لاخره صحيح. يعني. صحيح. ناخد في بالنا برضه، لان دي في ستات بقى كمان وبتقوم هي بتشتغل وبتدي، وهو يقول لها ايه؟ طب هاتي ما احوشهم لك، هاتي وانا اصرف. م? لا هاتيهم بقى، انا احط فلوسي على فلوسك وانا ده اصرف، ده وبعد ده شويه تلاقي البخيل كده، الولد، البخيل الخام بقى، البخيل اللي على حق ولا يعني. تلاقي نفسها، وبتبقى فعلا يعني مش مركزه خالص، وتلاقي نفسها بعد كده يعني مفيش اي حاجه باسمها، مفيش حاجه خلاص اتحطت ليها خالص. فنبقى واحنا داخلين علاقه نبقى بوعي، وعي حقيقي شويه، حقيقي. ونركز. احنا الذمه الماليه للست ما هياش حاجه حرام، انا لا ده بتهيألي الذمة المفروض المالية دي محتاجة ان نتكلم دي فيها حاجات على حدة كده. هنتكلم فيها لو يا ريت يا يعني ريت طبعا يا دي كوتش موضوع رحاب، تاني. نعمل مرة كده نتكلم عن الذمة المالية دي. طيب صحيح. مروة كمان، شكرا جدا يا كوتش رحاب، والله يعني مروه. أنا بستفيد بكلامك قوي. أو أستاذة مروة بتقول لي المشكلة في البخل ما تبقاش مادية بس، بتبقى دمار شامل، احتياج مادي ومعنوي وعاطفي حقيقي، كارثة ربنا يعافينا فعلا زي ما حضرتك بتقولي. آم، آه، أنا الساعة بقى داخلة على 2، أنا ما كنتش متخيلة إن إحنا هنقعد الوقت ده اه. كله، وقلنا نقطتين بس، إحنا كنا جايبين نقط كتير قوي. طيب اه. ايه رأيك كوتش رحاب نمر مر الكرام كده على نقطة كمان، حتى بس نبقى قلنا 3 نقط ماشي سريعا تمام. كده، ونبقى بقى نعمل لقاءات تانية ان شاء الله، عشان بس ايوه ما بسرعه عشان ما نطولش نطولش على على الناس، الناس. يعني ممكن نقول نقطه التحكم والسيطره. طيب. برضو التحكم والسيطره ديت مش يعني نقطه مش همسك له على طول، ده ايه ده بيقول لي كذا والله ما انا مكمل، لا يا جماعه نستنى ونستهدى كده. ممكن برضو هو راجل من حقه ان هو يبقى قوام عليكي، وان هو ينصحك طالما شايف ان في حاجه مش تمام، او في مثلا لبس مبالغ فيه، ميك اب فيه مبالغ فيه. ولكن ما يبقاش هي انت شايفه دلوقتي انت جميله، انت قمر اهو ماشيه، بس هو يجي يقول لك ايه؟ لا ما تلبسيش اللبس ده، لا من غير ما يديكي اسباب، قول لي ليه. لا انت النهارده كذا ما عدتيش تروحي كذا، ما تروحيش عند والدتك، لا يعني سوري ما تروحيش عند قرايبك، انا مش عايزك تروحي عند قرايبك بعد كده، اصلا انا بحبك وبخاف عليكي. ممكن يقول لها ايه في الاول كده، يجي بعدها يتخانق معاها لو خرجت مثلا بدون اذنه، وهو لسه في الخطوبه، وهي دلوقتي مسؤوله من والدها او مثلا اخوها او ايا كان الولي عنها، ويجي في الخطوبه يقول لها لا انا برضو كلمتي. يبقى هو دلوقتي بيتجاوز حدوده اصلا. ما هو مش من حقه ان هو في الخطوبه يأمرك ويقول لك ما تخرجيش وتخرجي، انت في بيته بعد كده يا خلاص اوكي، وبرضو بالتفاهم والنقاش. ولكن يجي مثلا يقول لها ايه؟ انا لما نتجوز مش هخليك تشتغل، مش هتشتغلي. شيلي زمايلك اللي في الشغل معاكي من على الاكونتات بتاعتك. ماشي، احنا طبعا دي كلها بما بتبقى في حدود الشرع والدين والاخلاق، خلاص مفيش مشكله.
ولكن ان هو يجبرك ان انت تعملي حاجه زي كده، لا، شيلي دول خلاص بدون اسباب. يعني قولي ليه. وهو على النقيض تلاقيه مثلا هو هايف بقى، الاكونت بتاعه كومبليت وما شاء الله، وبيرد وبيحط حاجات وستوري والناس بتعلق والدنيا هايصه، وانت بقى تلاقي لا، ده انت مقفول عليكي ما يوم. ايه ده طب يعني؟ نعمل ايه طبعا بقى؟ طب يعني اللي خلاص اتأكدت من ده نعمل تعمل ايه؟ تراقب كل التصرفات دي. برضو احنا قاعدين انا نبقى بوعي، مش قاعده بكتب في ورقه وكراسه، لا، بس ابقى انا مدركه ده قال لي كذا، وبعدين افتح معاه نقاش. ان برضو التحكم والسيطره ده بينتج عنه بعد كده الغضب وكل الكلام اللي قلناه قبل كده. فهي تعمل ايه بقى؟ تفتح نقاش، يا جماعه نتكلم ونعبر عن نفسنا. انا دلوقتي مثلا كذا، تقول لا، تعرف يعني حصل موقف مثلا، اقول له انا هعمل كذا كذا، او في مشكله هما او حاجه بيتناقشوا فيها، وتبتدي تعترض. مش هاجي اعترض كده من باب الابطاء، لا، هي فعلا تقول رايها ويكون اعتراض لرايه. اول ما بتعترض، ولو عرفت، لو قال لها يعني عمل لها بقى نوبات غضب او مثلا صمت واختفى وكذا، تعرف على طول ان ده مش تمام. الشخص الصحي هيناقشك وتناقشيه، هيسمع منك وتسمعي منه. ولكن ان انت تقولي له بس مجرد ما قلتي لا على طول عقاب، لا، ده طبعا مش تمام. فعشان كده ان احنا نسمع، نديله مساحه. برضو ده اللي بنصحه لكل المشاكل دي، اديله مساحه يتكلم، مش طول الخروجات وقاعد وكذا وانا اللي قاعده اتكلم طول الوقت، ونرغي احنا، وانا ارغي واتكلم عن نفسي وبزياده وبزياده، ومش سايبه له هو مجال يتكلم. لا، اسيب له مجال يتكلم علشان اكيد هيطلع اللي جواه. بس تمام، يعني ده شكرا ايه. جدا. نيجي لبعد الجواز. هيحصل ايه بقى بعد الجواز حضرتك؟ انت والله واحده هتيجي تقولي لي، في بنات فعلا بتجيلي تقول لي بس انا موافقه، انا هقول له حاضر وطيب، انا ما ايوه. يهمنيش غير ان انا اعيش معاه، انا كده يعني هو فله شمعه منوره وانا يعني هستغنى عن الدنيا. بيحميه اه، باحساس بان هو ده بي ده حمايه. ده من حبه فيا، ايوه. ده راجلي وسندي، واللي هو بيقولوا ايه، انت مش عارف نعمة ربنا في الحياة ايه، ولا هو حاجة كده. ف... فهتبقى موافقة. طب حلو، جميل وجميل. انت المشكلة بقى بعد الجواز مش انك توافقي او ما توافقيش، المشكلة في بعد الجواز هتلاقي لا قدر الله، لا قدر الله، مثلا والدك في العناية المركزة في المستشفى، هو بيقول لك ما تروحيش من غير اه. اسباب. لا لا ايوه. لا لا، ما تروحيش، اصل انا سخنيني الاكل، اصل مش عارف اه. ايه، وما انتش راحه اصلا. صحيح. هتلاقي ان بنتك ولا ابنك تعبان ولازم تنزلي مستشفى، وما انتش قادره ولا انت تجرؤي انك تنزلي بابنك مستشفى، لان هو موبايله ما بيردش، وما ينفعش تنزلي من غير ما تاخدي اذنه. صحيح. هتلاقي صحيح. نفسك تعبانه، او مثلا محتاجه شيء معين، محتاجه جاكيت تقيل تلبسيه، وهو بيقول لك لا الجو مش برد، مش بخل، لكن هو شايف ان الجو مش برد فما تلبسيش الجاكيت. فاصبحت الحياه كلها مش حكايه انك بتقولي له حاضر، فانت هتلاقي نفسك ما انتش عايشه، هتلاقي نفسك مش انتي، هتلاقي نفسك بقيتي كده متقيدة طول الوقت. لا مقيدة. بالظبط مقيده، وهتلاقي نفسك انسانه وحيده، الكل بعيد عنك وانت بعيده عن الكل، صحيح. وهو نفسه بعيد عنك. فمش زي ما انت متخيله ان بعد الزواج يعني هتبقى الدنيا ظريفه. طيب المهم حصل ده واكتشفت ده وبدأتي طبعا تعاني، طب هتعملي ايه؟ الحل كالعادة الحوار، ثم الحوار، ثم الحوار. وهتلاقوا احنا، انا وكوتش رحاب كده، لو حطينا عنوان كده رئيسي لكل الحلول في العلاقات، هي هنسميها كده الايه، الحوار والنقاش. ده لابد منه، وده اللي هيعرفنا احنا رايحين فين وجايين مين. ف لكن في المرة دي كمان الحدود، انت لازم بقى تبني حدود لنفسك، طبعا. لازم تفهميه ان ليكي حدود معينة هو ما يتعدهاش، بالادب برضو وبالاخلاق وبالصوت الشتوي اللي احنا اتفقنا عليه، مفيش مشكلة خالص، مش عايزين خناق، ولكن بحزم، لان هو هيختبرك بعد شوية، هيشوف انت الكلمتين اللي قلتيهم دول هتنفذيهم، ولا ولا لا. يعني اه. هترجعي تخافي منه كده، طبعا. ولما يعلي صوته، ولا لما يرجع يتخانق. هم لا، صبورين جدا وما بيزهقوش، ما صبورين بيزهقوش ولحقين. ابدا. اه. فهتبقى الوقت الكرة في ملعب حضرتك،
لا اما تبقي عارفه انت عايزه ايه وتقولي له. اولا لازم تعرفي انت اصلا عايزه ايه وقادره تستحملي ايه. والله انا بالنسبه لزيارات امي مالكش دعوه بيها، انا هروح زيارات امي وتتفقي معايا طبعا برضاه، بس هروح كل اسبوع، هروح كل شهر، هروح حاجه تخصك. لو في كذا هعمل كذا، كذا انت ده مسؤوليتي انا. تبداي تحطي معاييرك وتصممي عليها بمنتهى الصرامة طبعا. وبمنتهى الأدب. يعني احنا ما بنقولش ان احنا داخلين خناقة. طب مش لازم كل حاجة مرة واحدة، لا، بالتدريج. خدي اهم حاجتين، اهم احتياجين ليكي، و آه، يعني لازم تاخديهم بالذوق بالعافيه. يعني ايه بالعافيه؟ مش بالضرب، يعني احنا لا، ما فيناش من ضرب. احنا بالعافيه دي ان انت بتجيبي حكم من اهله وحكم من اهلها، بتعملي قعده عرفيه، بتكلمي الكبير بتاعه، يعني يا جماعه في حاجات كتير احنا ليه مش بنلجأ لها؟ ربنا قال حكم من اهله وحكم من اهلها. ليه ما تقوليش وليه ما هو تتكلميش؟ اقفي، ما تخافيش، التوكسيك اقفي وخدي بيعمل، رأيك. صح، هو التوكسيك عامة بيخاف لما يلاقيها واضحة، واهم حاجة انها ما تتهزش. انا خلاص طالبة كذا يبقى طالبة كذا. على حقيقي. فكرة بيرضخ لكلامها، بس طبعا. هو بيفضل معاها يمكن ما يمكن. والنفس ايه، سياسة النفس الطويل، هي ما يمكن تزهق وايه وخلاص، وانا ايه اعرف اخترق الحدود. هو بيخترق الحدود كويس جدا، بس امتى وانس مش ان انت اللي هتزهق؟ سبتيه، امتى ان مش انت اللي سبتيه هتزهق؟ الحدود. اه. لما تبقى باردة. اه. يعني هي خلاص فهمت، انت فهمتيه، فهمت. انت عرفتي خلاص هي ان فاهمة، هو عندها كده، وعي. وان هو اه. هيزن، وان هو هيحاول، وان هو كذا. فتمام، تعالى يا بابا، انت هتحاول وانا مصمم بمنتهى الهدوء. وهتقومي راميه الكلمه انا هعمل كذا زي ما اتفقنا، وتقومي رايحه حاطه له كوبايه الشاي ولا اكن في ايوه. حاجه. هو بقى اللي صحيح. يتشال صحيح. ويتهبد. ماشي. انا مش عايزه شتايم من الرجاله، ماشي، عشان نبقى متفقين. ويعني افتكر ان ليك اخت وليك بنت وكده، احنا بنوعي البنات، وان شاء الله ان شاء الله اللايف الجاي ممكن يبقى العلامات الغير اللي صحية الراجل او الشاب بيشوفها، ايوه، في البنت، ايه، لان من اكيد في البنات. بنات كده، صح ولا ايه؟ كنت رحاب معايا في النقطة اكيد دي. طبعا، اكيد اكيد فيعني زي ما هنوعي هنا هنوعي هنا. ان شاء ميرسي الله. قوي استاذه كوتش عبير، اهلا وسهلا كوتش عبير، ربنا يخليكي. بتقول لايف جميل لكل كلهم بنت ما مقبله شاء على الله الزواج. يعني احنا. اه. عبير فان اهلا. مروه شاء الله بتقول طبعا. استمتعت. شكرا، شكرا ليك يا مروه، كنت معانا. استمتعت جدا معاكم. ربنا يوفقكم. شكرا يا مروه. وكوتش عبير ونانسي بتقول لازم تاخد بالها بالفرق انها تحافظ على اسرار بيتها. اكيد طبعا طب طبعا. لا. مم. ده انا برضه كنت عايزه انبه عليه. احنا مثلا في خطوبه، وبعد ما الخطوبه فسخناها او لاي سبب، يا جماعه الستر ما جيش بقى انا اقول ايه ده كان وكان وكان. الانفصال بايه؟ بسلام، بهدوء. يعني ما سواء حصلش كانت نصيب. علاقه جواز، ما ما حصلش حصلش نصيب نصيب. خلاص. ما يمكن بس مش مناسب ليا، مناسب لحد تاني. لا، فما كوتش يجيش ان انا. كوتش رحاب، معلش النقطه دي بقى، يعني عشان يعني مهمه قوي. بيحصل خلط ما بين ما تطلعيش اسرار بيتك وما اه. تحكيش لمامتك عشان ما تزعلش من جوزك، وما تحكيش لباباك عشان ما يتخانقش مع جوزك، وبين انك لازم تلجئي للخبره ولازم تلجئي لانسان ثقه اللي هو زي طبعا. والدتك زي لازم نفرق في شعره بينهم. يا جماعه لما المشكله تتكرر مره او مرتين لازم الجا لحد ثقه. لو انا حاسه ان امي من النوع اللي بيتعصب قوي او من النوع اللي هيشيل من زوجي، مش لازم امي. مش ممكن لازم والدي، في ممكن اخويا، ممكن اختي، ممكن متخصص. صحيح. يعني يعني اي حد بس يكون ثقة. لكن ما تروحيش تقولي لصاحبتك، ما لا، انا صح. مش معاكي في ده. ولكن لانسان خبرة وثقة، لا اما متخصص، لا اما والدك او هما والدك او كمان والدتك، او مثلا. الرجاله بيعرفوا بعض. الرجاله بيعرفوا بعض. يعني احنا دلوقتي هو عندنا، بالظبط انا يا نانسي. هسأل والدي في رأيه، وانا في الخطوبة اسأل والدي في رأيه عن بالظبط. العريس ده. بالظبط. واسمع اشغل مخي، ما بقاش مغيبة كده طول الوقت. نفس الحكاية مثلا اشوف مثلا حد كويس في العيلة، ابن خالتي، عمي كذا، واخليه يقول رأيه، واسمع واحلل دايما. انا الكلام يعدي عليا بنات بس. بتجيلي بنات يا رحاب، بيبقوا اتضربوا في اول شهر اه. جواز،
اتضربوا في اول شهر جواز، اه وفضلوا يتضربوا سنه بالظبط. كامله او سنتين لغايه ما حصل لا لها حاجه ودخلت المستشفى فالناس عرفت. طب لا سيادتك ما قلتيش لمامتك ليه؟ اصل هم كانوا موصيني اني ما تخرجيش اسرار بيتك. اسرار بيتك ايه يا شابه؟ اسرار دي، اسرار اسرار دي، بيتك ايه؟ انت اسرار دي حد تجرأ انه ما يضربك تعشميش لازم. النهارده ما كذا، لكن ما لكن ينفعش. مش اسرار حتى انت اللي اللي تاخدي هي. موقف لازم تلجئي كبار العيله. يعني في اشياء كده ما ينفعش. انا مضطره انهي اللايف يا كوتش رحاب. انا مبسوطه قوي ان انا معاكي ومبسوطه ان انا مع الناس والكلام واخدنا. بس يعني انا كمان كنت يا رب تكونوا مبسوطه معاكي استفدتوا جدا في وما كناش التعليق. تقال عليكم. و... ويا ريت يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتس. يعني ان شاء الله احنا كمان يعني لسه مستمرين، وفي ان شاء الله ممكن نعمل لايفات او سلسله عن كده. وباذن الله يعني انا نفسي لاني بساعد في التشافي من ده، باذن الله هعمل ورشه قريبا ازاي نتشافى من اثار الايه العلاقات السامه، حلوة قوي. وخصوصا اللي كانت سواء علاقات كانت لمده طويله. العلاقات السامة دي زواج او خطوبة او ارتباط، صح يا كوتش رحاب؟ طيب. اه تمام. حلو قوي قوي. يا رب يوفقك. وبرضو نفس القصة إن شاء الله هعمل لكم ورشة للمقبلين على الزواج أو لحديث الزواج، هنتكلم في القصص دي كلها. وفي نفس الوقت مش هنقطع الفيديوهات أو اللايفات اللي زي دي. بس اكتبوا لنا في الكومنتس حابين اه كمان نكمل في الموضوع دوت، وإيه تاني ممكن نتكلم فيه يهمكم. لأن مش عايزين العلم يبقى بس مقتصر على الورش، لا احنا كمان هنبقى معاكم في اي وقت. متشكرين جدا جدا شكرا ليك. ليكم. يا رب شكرا ما ليك. نبقاش كنا تقال عليكم. متشكرة قوي قوي يا شكرا كوتش رحاب، شكرا شرفتيني ليكي كنت ونورتي سعيدة، أنا كنت صفحتي. مبسوطة، وكل الناس اللي كانت معانا النهاردة يعني ما قدرناش نرد على حد، بعتذر، ولكن كلكم ألف شكر ليكم كلكم. شكرا كتير. ولو اللايف كان طويل قوي قولوا لنا انتوا عايزينه يبقى في حدود قد ايه، لان انا حاسه ان احنا طولنا قوي. فعادي ما تتحرجوش يعني وقولوا لنا. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الف سلامة. شكرا. سلام.